حاسه انا شغاله في معمل تحاليل. مين عيان فيكم بقى هيحلل بول؟ ازيكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من مريحه ولا تسويح. النهارده هنجرب مع بعض 3 حاجات مختلفه من ادوات الطبخ والمطبخ والاكل من امازون. يلا بينا. اول حاجه متحمسه جدا ان اجربها وهي البلندر بتاع القهوه او بتاع النسكافيه يعني والحليب. البلندر ده اسمه سوكاني ب 208 من امازون. انتوا عارفين بقالي كتير جدا بدور على حاجه تعمل لي فوم للحليب، فلو ده نجح يعني هيبقى حكايه. بصوا ده شكله ايه ده، غريب قوي. ومعاه اللي هي دي 80 ملي. ممكن نجربها او نجرب الكوبايه على طول. بنحطه في الكهرباء الاول. هو اول حاجه كده السلك قصير سيكه يعني، فلازم تكون واقف جنب الفيشه بالظبط. ماشي، بسم الله. نجربه في اللبن الاول. معايا لبن دافي. بقول لك ايه، تعليمات تقول لك اطلع وانزل كده لفوق ولتحت لحد ما يحصل معاك الفوم. يتهز جامد قوي والله. بيعمل شويه فوم في اللبن يعني، بس اوكي، بس بيعمل هزه رخمه قوي في الايد. والله ده كده حلو كده، ما بيعملش هزه في الايد كده، شغال على طول، ما بيعملش هزه زي الاول. عمل فوم شويه يا جماعه والله. طيب احنا بقالنا تقريبا كده دقيقه او دقيقتين بنخفق. تعالوا نشوف كده اما نحط النسكافيه. تقريبا يا اما انا بخفق غلط، هو فيه فوم بس مش كبير قوي. بسم الله. تاني. لا هو لحد دلوقتي ما عملش معايا النتيجه اللي انا نفسي فيها. طيب هو عشان ما نظلموش انا هحط حبه في البتاعه بتاعته دي كده، وابدا ان انا برضو اضربه في قلب البتاعه بتاعته. يعني عمل برضو فوم بسيط. حاسه انا شغاله في معمل تحاليل. مين عيان فيكم بقى هيحلل بول؟ اول ما بتشرب بق الفوم كله بيروح. طب وبعدين يا ترى انا اللي بضرب غلط ولا هو اللي بايظ؟ هو اولا الزنه اللي انا قلت لكم عليها رخمه في الاول راحت، يعني ما بتدوس بصباعك كله كده على الزرار ده ما فيش زنه جامده زي اللي كانت موجوده في الاول. مش عارفه ده كان غباء مني ولا من الاخرين. هو كحاجه سهله الاستخدام، سعرها برضو لحد ما رخيص بالنسبه لانك تاخد حاجه حلوه، لكن الفوم اللي معمول هنا اقوى شويه من الفوم اللي معمول في الكوبايه. قولوا لي انتوا بقى في التعليقات جربتوه قبل كده وعجبكم ولا ما عجبكوش، انا بستخدمه غلط والله نظامه ايه. انا قريت الكتالوج بتاعه قال لك ما تضربش اكتر من دقيقه متواصله وانزل فوق وتحت، فمش عارفه الموضوع ده حقيقي بقى ولا ايه. اللي بعده نخش على الاختراع اللي بعده، وهو قطاعه التفاح والموز. قطاعه التفاح والموز دي ب76 جنيه. انا زعلت طفشت من اول ما فتحتها. وقطاعه الموز التفاح. طيب نجرب مين الاول؟ تعالوا نجرب الاسهل وهو الموز. نقشر الموزه اللطيفه كده. يعني ممكن مثلا تكون بتعمل كيكه بالموز، مثلا طرط تفاح، فهتبقى محتاج حاجه تقطع لك بشكل سريع زي الموزه كده. ونقول بسم الله. بس هي حاجه عايزه حاجه مسطحه قوي او طبق اكبر من ده، فهضطر اعملها على ترابيزه نضيفه يا جماعه معلش. طب والله حلوه. تعالوا بقى هنا تاني ننزلها كده. جميله، مقطعه الموز كله قد بعضه وما خدتش مثلا حته وسابت حته. حلوه بصراحه. ايه عايزه بقى واحد محترف بقى تك 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 على طول تقشر الموز كله وتعمل على طول. حلو بدل ما تفضل تقطع بايدك كده، فدي بالنسبه لي مريحه. طب تعالوا نشوف بقى التفاح وربنا يستر. دي بقى قطاعه التفاح. مفروض ان بنوسطنها كده وبندوس كده. هتنجح اهي، استنى.
نجحت، تخيلوا. استنوا عشان ما نتعورش بقى. ماشي. طيب هي طلعت لي اولا الحته اللي في النص في التفاحه دي اللي احنا كده ما بنعرفش نقطعها على طول دي، وقطعت التفاح كله برضو قد بعضه بطريقه شكلها لذيذ جدا. ايه ده، انا كنت متخيله الحاجتين دول هيبقوا طالعين فاكسين جدا، ما طلعوش تسويحه ولا حاجه. بس ايه يا جماعه، لازم تحاسبوا عشان تعوروا، عشان دي حديد مش زي دي بلاستيك. بس كده اكون جربت معاكم 3 حاجات النهارده من اشياء المطبخ من امازون. ده ما حسيتش ان هو مريح خالص، حسيت ان هو تسويحه شويه، ولو لقيت حاجه تانية هجرب تاني بعد الفيديو. لو لقيت حاجه تانية هكتبها لكم على الشاشه ان هو حلو او وحش. لكن هو بالنسبه لي دلوقتي ما ادانيش النتيجه اللي انا عايزاها خالص، لا في اللبن ولا في النسكافيه على اللبن، فهو بالنسبه لي تسويحه. الحاجتين دول بقى بالنسبه لي لطيفه، يعني ما اتضايقتش منهم خالص، بالعكس قطعت الموز، لو عايزه كميات موز متقطعه بالطريقه دي هتبقى مريحه بالنسبه لي جدا. والتفاح برضو لو عايزه مثلا عدد كبير وانا عايزه اقطع على طول بسرعه، او كل واحد ياخد حته صغيره كده وشكلها منظم وجميل من غير بقى ما افضل بالسكينه، دي برضو بالنسبه لي مريحه. فالاتنين دول النهارده بالنسبه لي مريحه. وبتاعت القهوه للاسف كانت تسويحه. لو عجبكم الفيديو النهارده او ليكوا راي تاني قولوا لي في التعليقات. لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب في قناه شفاستا، لو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي متابعه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.